السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي، وأهلا وسهلا بكم في تحليل جديد من مباريات كأس العالم 2026. اليوم نستعرض معا مواجهة قوية جمعت منتخب المكسيك بمنتخب التشيك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وهي مباراة دخلها المنتخبان بأهداف مختلفة. المنتخب المكسيكي كان يسعى إلى إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة وتأكيد صدارته للمجموعة، بينما تمسك المنتخب التشيكي بآخر آماله في المنافسة على بطاقة التأهل. لذلك دخل الفريقان اللقاء بحماس كبير ورغبة واضحة في تحقيق الفوز. منذ صافرة البداية فرض المنتخب المكسيكي شخصيته على المباراة، ونجح في السيطرة على الكرة من خلال التمريرات السريعة والتحرك المستمر بين الخطوط، بينما اعتمد المنتخب التشيكي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة في محاولة لاستغلال أي خطأ في دفاع المنافس. خلال الدقائق الأولى ظهر الانضباط الدفاعي للمنتخب التشيكي بصورة جيدة، وتمكن من إبعاد الخطورة عن مرماه في أكثر من مناسبة، لكن الضغط المكسيكي لم يتوقف، بل ازداد تدريجيا مع مرور الوقت، وبدأت الفرص الحقيقية في الظهور وسط تألق واضح لحارس التشيك الذي أنقذ فريقه من أكثر من فرصة محققة. ومع استمرار الضغط جاءت اللحظة التي انتظرتها الجماهير المكسيكية، بعدما نجح ماتيو تشافيس في استغلال هجمة منظمة بدأت من وسط الملعب، وانطلق بثقة داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة بإتقان في المرمى، معلنا الهدف الأول للمكسيك، ليمنح زملائه أفضلية مستحقة بعد الأداء القوي الذي قدموه في بداية اللقاء. بعد الهدف حاول المنتخب التشيكي العودة سريعا إلى المباراة ورفع من إيقاعه الهجومي، لكن المنتخب المكسيكي تعامل مع الموقف بهدوء كبير، وواصل فرض سيطرته على وسط الملعب، كما نجح لاعبوه في استعادة الكرة بسرعة وإغلاق المساحات أمام محاولات المنافس. في المقابل استمرت المكسيك في صناعة الفرص، وكاد تضيف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن الدفاع التشيكي وحارس المرمى نجح في الحفاظ على النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للمكسيك بهدف دون مقابل، بعد أداء أكد تفوقها في الاستحواذ وصناعة الفرص. ومع بداية الشوط الثاني لم يجد المنتخب التشيكي خيارا سوى التقدم إلى الأمام بحثا عن هدف التعادل، فرفع خطوطه الهجومية وضغط بصورة أكبر، لكن هذا الاندفاع منح المنتخب المكسيكي مساحات واسعة استغلها بذكاء في تنفيذ الهجمات المرتدة. وبالفعل جاءت إحدى هذه الهجمات لتقرب المكسيك كثيرا من حسم المباراة، بعدما وصلت الكرة إلى خوليان كينيونيس الذي تعامل معها بثقة كبيرة ووضعها في المرمى، مسجلا الهدف الثاني وسط فرحة كبيرة من الجماهير المكسيكية. الهدف الثاني منح لاعبي المكسيك ثقة أكبر، بينما أثر بشكل واضح على المنتخب التشيكي الذي حاول العودة من خلال بعض التبديلات وتنشيط الخط الأمامي، إلا أن التنظيم الدفاعي للمكسيك كان حاضرا في كل كرة، ولم يسمح بخلق فرص خطيرة. واصل المنتخب المكسيكي فرض سيطرته على اللقاء، واعتمد على تدوير الكرة بهدوء واستغلال المساحات التي تركها المنافس، حتى جاءت هجمة مرتدة سريعة انتهت عند الفارو فيدالغو، الذي استقبل الكرة بثبات وسددها بإتقان داخل المرمى ليسجل الهدف الثالث ويحسم المباراة بصورة نهائية. بعد الهدف الثالث ركز المنتخب المكسيكي على الاحتفاظ بالكرة وإدارة الوقت بذكاء، بينما حاول المنتخب التشيكي تسجيل هدف يحفظ به ماء الوجه، لكن جميع محاولاته اصطدمت بدفاع منظم وحارس يقظ، لتنتهي المباراة بفوز المكسيك ب3 أهداف دون مقابل. هذا الانتصار لم يكن نتيجة المهارة الفردية فقط، بل جاء بفضل الانضباط التكتيكي والسيطرة الكاملة على وسط الملعب، فقد نجح لاعب المكسيك في فرض إيقاعهم منذ البداية، واستعادوا الكرة بسرعة، ومنعوا المنتخب التشيكي من بناء هجمات منظمة، كما استغلوا الفرص التي أتيحت لهم بأفضل الصورة. أما المنتخب التشيكي فقد بدأ المباراة بصورة جيدة من الناحية الدفاعية، لكنه لم يتمكن من مجاراة النسق المرتفع الذي فرضه المنتخب المكسيكي، ومع مرور الوقت ظهرت المساحات في الخط الخلفي، فاستغلها المنافس بذكاء لتنتهي آماله في العودة إلى اللقاء. ومن أبرز لقطات المباراة أيضا الظهور المميز للحارس المخضرم غييرمو أوتشو، الذي واصل تقديم مستوياته الهادئة وساهم في الحفاظ على نظافة مرمى المنتخب المكسيكي، مؤكدا أهمية الخبرة في مثل هذه البطولات. وبهذا الفوز أنهى المنتخب المكسيكي دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وأثبت أنه من المنتخبات القادرة على المنافسة بقوة في الأدوار الإقصائية بفضل التنظيم والانضباط والفاعلية الهجومية. أما منتخب تشيك
فرغم الخروج من البطولة فقد اكتسب لاعبوه خبرة مهمة يمكن الاستفادة منها في الاستحقاقات المقبلة. في النهاية أكدت هذه المباراة أن البطولات الكبرى تحسم بالتركيز واستغلال الفرص والانضباط داخل الملعب. المنتخب المكسيكي قدم أداء متكاملا واستحق الفوز عن جدارة، بينما سيعود المنتخب التشيكي لمراجعة أخطائه والعمل على الظهور بصورة أفضل مستقبلا. أشكركم على المتابعة، وإذا أعجبكم هذا التحليل فلا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد من تغطية وتحليل مباريات كأس العالم 2026. كان معكم علي، أراكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.